قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تعبنا في تحضير المحتوى يوصل لكم كامل ومتجدد. تاكدو شاب غلبان مريض مرض خطير ومفيش أي أمل يعيش ولا صاحب بيسأل عليه، وعيلته مستنيين بس فلوس التأمين اللي هتجيلهم لما يموت. مفيش حد بيزوره في أوضة المستشفى حتى طبطبة، والوحيد اللي فاضله اللعبة اللي بيعشقها عالم الأمم الأبدية، لعبة حضارات بيعيش جواها أكتر ما بيعيش في الواقع. قاعد بيلعبها طول اليوم لأنه بصراحة ما عندوش حاجة تانية يعملها. وفي يوم تاكدو فقد وعيه فجأة بسبب مرضه، ولما فتح عينه كانت المفاجأة، لقى نفسه قاعد على عرش حجري وسط غابة مجهولة بيبص حواليه مش فاهم ده حلم ده جنان ولا. وفجأة واحدة طالعة من بين الشجر بتناديه بصوت حاسم: يا مولاي الملك. دي أو الشخصية المفضلة عنده في اللعبة. تاكدو مش مصدق عينه، هي دي بجد في الواقع؟ بس لحسن الحظ أو كانت عارفه كل حاجة وعارفه أكتر من أي حد في العالم، لأنها عاشت معاه كل جولة لعبها، شافت اختياراته، عرفت قراراته. هما الاتنين فرحانين إنهم أخيرا اتقابلوا، بس تاكدو عنده سؤال مهم: هو أنا مت ولا إيه اللي حصل؟ اللي جابته هنا بس هي كمان مش عارفه ايه اللي بيحصل. قالت له انها لقت نفسها فجأة في نص الغابة دي، بس هي متأكدة ان ده مش عالمها. لو لازم تخمن هتقول ان الدنيا دي شبه عالم الأمم الأبدية، بس مش متأكدين لسه. على اي حال او شايفة ان دي فرصة عظيمة، فقالت لتأكدوا اما تيجي نبدأ من الأول ونبني مملكة زي زمان. تكادوا عجبته الفكرة، فوافيل انهم يشتغلوا مع بعض. الاتنين عملوا المقدمة بتاعه اللعبة، بس المرة دي كان في شوية إحراج لأنهم واقفين جنب بعض. على الحقيقة أول حاجة لازم يعملوها هي أنهم يكتشفوا هم فين بالظبط. تجادو استخدم السحر عشان يستدعي كشاف. لما شاف الكشاف عن قرب اتقرف من شكله، ده معفن جدا، بس ما فيش حاجة يعملها لأن حضارتهم منارة دي بتحكم الظلال والشر، فالكشاف لازم يبقى بالشكل ده. خطته في بداية اللعبة هي أنه يتجنب لفت الأنظار علشان ما يعوش في أي مشاكل، على الأقل لحد ما يقدروا يدافعوا عن نفسهم. فمر الكشاف يروح يلف حوالين المنطقة ويبلغوا بأي حاجة مهمة. الأول الكشاف فضل واقف وبصص له كده وخلاص، بس أو نبهته إن كده هو قائد بتاعه، فالكشاف بياخد ديله في أسنانه ويجري ينفذ الأوامر. كده كان قلقان شوية إنه ممكن ما يعرفش يتحكم في قوته في الدنيا دي، بس يظهر إنه كل حاجة زي ما كانت في اللعبة بالظبط. يعني مثلا هو قادر يشوف اللي كشاف شايفه، فهيعرف قريب هما فين. خلصنا من دي، يلا بقى نفكر في الخطوة الجاية. كده عنده 200 نقطة مان واستخدم 100 منهم عشان يستدعي الكشاف، فبقى عنده 100 نقطة مانع. بس عايز يبني مستوطنة تكون قاعدة لعملياتهم، ودي هتكلفه 20 نقطة مانع. بس بعد كده هيبقى عنده مانع قليلة قوي. كان نفسه يعمل محارب يحميهم لو تعرضوا لهجوم، بس ده مش هينفع دلوقتي. أو طمنت تجدها وقالت له ما تقلقش أنا هحارب بدالك. بس بصراحة كلامها ملوش لازمة، لأن وحدة بطل يعني هتبقى أقوى مع الوقت، بس دلوقتي قوتها زي أي بني آدم عادي، يعني مش هتعرف تساعده كتير. الكشاف لسه بيجري في الغابة هو بفضله، وتجدى بقى عنده فكرة عن شكل المكان، بس هو مستغرب شوية لأنه رغم المنطقة كلها غابة مفيش ولا حيوان ولا وحش شافه لحد دلوقتي. أو قالت إن الحيوانات أكيد مستخبية لأن الغابة مليانة أماكن تتخبى فيها، بس اتأكدوا الآن إنه لو ملاقوش حيوانات قريب هيضطروا يصرفوا مان عشان يجيبوا أكل. أو اتأسفت لتجدى لأنها حاسة إنها مش بتساعد كتير، بس قال لها ما تقلقيش إن الجنب بس ده كفاية يديني طاقة. كلامه فرح قوي قوي، فقالت له إنها شاكرة لكلامه الحلو، بس تجدى لسه مش متعود إنه بقى بني آدم حقيقي وبيعبر عن مشاعره عادي كده. فجأة الكشاف بيلاقي حاجة غريبة، فبيدي إشارة لتكدة ويوريه مستوطنة 1000 سود في نص الغابة. المكان مش بعيد عن مكان تكدة دلوقتي، وشكله فيه كمة 1000 متلمين مع بعض. أو بترتاح شوية لما تعرف إن دول بس 1000 سود، لأنهم عادة بيميلوا للشر المحايد، يعني مش هيبقوا عدو المملكة منارة. بس تكدة شايف إن دي مصيبة لأنه مش عايز أي حضارة قريبة منه بالشكل ده. خطته كانت إنه يفضل مستخبي أطول فترة ممكنة عشان يتجنب الحرب، بس مع 1000 السود قريبين كده ده مستحيل. التكدة بيتفق معاها لأنهم أصلا لسه ما بنوش حاجة، بس قبل ما يمشوا عايز يراقب 1000 السود شوية كمان ويستكشف المنطقة ويشوف لو في حاجة مريبة قريبة. فجأة أو بتحس إن في حد قريب، هي وتاكدوا بيلفوا يبصوا بيلاقي مجموعة 1000 طالعين من الغابة. 1000 شكلهم اتفاجئوا زيهم لأنهم ما كانوش يعرفوا إن في ناس تانيين في الغابة دي. قالوا إن أهلهم طردوهم من بلدهم وما كانش عندهم مكان يروحوا له، فاضطروا يدخلوا الغابة الملعونة دي. الرحلة كانت صعبة قوي على عيالهم الصغيرين، وبالشكل ده مش هيقدروا يستحملوا كتير. مجموعة صغيرة من 1000 خرجوا يدوروا على أكل،
اكل. قائدهم متاكد انهم لازم يلاقوا حاجه تتاكل هنا لان الغابه مليانه خضره، بس واحده اسمها ايميل كانت قلقه قوي لانها سمعت اشاعه عن غابه خطيره في طرف ايدوريا فيها شر قديم اتختم هناك وخايفه انهم يعدوا عليه. القائد طمنها وقال لها ان الاشاعات دي خرافات، لان لو فعلا في شر قديم في الغابه دي الشجر ما كانش هيبقى كويس كده. بس برضه هو نفسه حاسس ان الغابه دي بتخوفه من غير سبب واضح. لما جودا قائد الالف بيبص على كده قلبه بيوجعه من الرعب لانه شايف قدامه تجسيد للشر الخالص والنوايا الوحشه. الولد نفسه عايز يجري ويهرب بس خايف ان اي حركه متسرعه ممكن تعرضه هو وناسه للخطر، فبيمشي ناحيه عرش كده بهدوء ويحط راسه في الارض احتراما ويعرفه بنفسه انه المحارب الاكبر لقبيله مزارم الالف السود، وبيعتذر انهم دخلوا الغابه من غير اذنه او مش فاهموا ليه الف محترمين قوي كده. بس قررت تمشي الحال وتساله ليه دخلوا ارض تكدا من غير استئذان. جيو بدا يحكي ان قبيلته كانت عايشه في السوق الوسطى وكانوا ناس مسالمين، بس اوعى تقطعه وقالت له انت هتحكي لي قصه حياتك اخلص بسرعه. جو بيتاسف ويحكي باختصار ان قبيلته تعرضت للاضطهاد واطردوا من ارضهم فاضطروا يهربوا للغابه دي. مش فاهم ليه ناس عانت كده، هم دايما كانوا بيحاولوا يعيشوا بسلام بس تعرضوا للهجوم والقتل بسبب التحيز ضد عرقهم. كده بيبص على جيو ويلاحظ انه ضعيف قوي وتعبان. جيو بيشرح انهم بالعافيه قدروا يهربوا لما قريتهم اتدمرت، فما كانش عندهم وقت يلموا اكل، ومن ساعتها وهم بيجروا من غير ما يقفوا فما عندهمش وقت يدوروا على اكل. فخرج هو ورجالته لوحدهم عشان يلاقوا حاجه ياكلوها. بقالهم 5 ايام ماكلوش حاجه ولسه ملقوش ولا نباتات ولا حيوانات تتاكل. بيصعب عليه فبيقرر يساعدهم شويه ويستخدم من المنو بتاعته عشان يعمل لهم كام تفاحه. جو بيتفاجئ لما يشوف التفاح بيتدحرج على الارض لانه عمره ما شاف حاجه زي دي قبل كده، وبتردد ياكل عشان ما يبقاش قليل الذوق قدام حد زي كده. بس ايميل والباقيين جعانين قوي فما يهمهمش، بيبداوا ياكلوا ويحسوا انه احلى حاجه دقوها من زمان. تكدا بيعمل لهم كمان كام تفاحه عشان يشبعهم. جو لسه مصدوم من كرم تكدا ومش عارف يتصرف، او بتزعله وتقول له انه قليل الذوق انه ما يقبلش الهديه اللي كده اديها لهم بكل كرم. بس جو مش متردد عشان شاكك في الاكل، لا هو بيحط راسه في الارض تاني ويقول له انه بيقدر كرم تكدا قوي. بس في المخيم عيال قبيله الالف ضعاف قوي من قله الاكل، لو ماكلوش حاجه قريب هيموتوا. فبيطلب الاذن من تكدا انه ياخد الاكل ده لقبيلته. كده بيصعب عليه برده العيال اللي بتعاني، فبيقرر يعمل الواجب ويزود ويعمل كومه اكل مختلفه لجيو وياخده معاه. بس او مش موافقه على الفكره دي لان الحركه دي هتكلف من كتير قوي. الالف الصوت كلهم مش مصدقين عينهم لما يشوفوا الكميه دي كلها من الاكل، وبيتفاجئوا اكتر لما كده يقول لهم خدوا كل ده اعتبروهم ملككم. الالف السود كانوا من سنين مضطهدين ومجبرين يعيشوا في الظلمه، فمحدش عمره ما ادالهم ايد المساعده زي كده. كلهم بيشكروه من قلبهم وبيبداوا يشيلوا الاكل ويرجعوا بيه للمخيم. في المخيم بقى الالف كلهم كانوا على وشك ييأسوا، بس في كام واحد لسه عنده امل ان جيو والباقيين يرجعوا باكل. فجاه الكل بيشم ريحه اكل حلوه قوي، بيلفوا يبصوا بيلاقي جيو والباقيين شايلين كومه مليانه اكل على ظهرهم. الكل بيرتاح انهم مش هيفضلوا جعانين تاني، وبيبداوا يمدحوا في جيو عشان جاب كل الاكل ده. لما بيسالوه جابه منين بيقول لهم حظ، لقيتهم في الطريق وما بيحكيش تفاصيله. ما اعتقدوا بالليل جيو قاعد بيبص على النار وهو سرحان، فجاء زعيم القبيله مولترار بيقول له عملت شغل عظيم النهارده يا جيو، الفواكه اللي جبتها تحفه. بس بيلاحظ ان جو مش فرحان قوي، فبيساله مالك في ايه. بعد سكوت بسيط جيو بيحكي له انه قابل كائن اسطوري جوه الغابه ومش عارف يحس بايه ناحيه. مولترار بيساله اسطوره ايه دي اللي بيتكلم عنها. جيو بيحكي له ان ايميل كانت قالته حاجه عن كائن او اتختم في الغابه الملعونه دي. مولترار يعرف الاسطوره دي وبيتفاجئ ان جيو فعلا قابل ملك الدمار. بيشرح له ان الصوره بتقول لما الدنيا تبقى مزدهره قوي ملك الدمار هينزل على الارض ويدمر كل حاجه ويخلي كل الحضارات تبدا من الصفر. بصراحه مولترار مش متاكد ان الصوره دي حقيقيه، بس هو ميال يصدقها. بيسال جيو لو الكائن اللي شافه قال انه ملك الدمار. جيو بيقول له انه مش فاكر انه قال كده، بس من شكله المرعب اسم زي ملك الدمار لايق جدا عليه. مولترار بيسال جيو لو كلم ملك الدمار، بس جيو بيقول له انه ما كانتش محادثه بالمعنى الحرفي. ملك الدمار ما كانش بيتكلم كتير، بس كان معاه ست بتتكلم نيابه عنه. من اللي جيو حكاه مولترار متاكد ان الكائن ده مش نيته خير، فبيساله لو اضطر يعمل حاجه زي انه يبيع روحه مقابل الاكل. جيو بيقول له ان ملك الدمار ما طلبش حاجه في المقابل. الراجل بيستغرب ويقول ازاي يعني كائن شرير يدي حاجه كده ببلاش. جيو نفسه مش عارف ليه ملك الدمار عمل كده، بس لو لازم يخمن بيقول انه رحمه او شفقه من سيادته. مولترار بيتصدم ان جيو بيسمي ملك الدمار سيادته لان اللقب ده بيستخدم بس للي يستاهلوا احترام كبير. بس جيو شايف انه مفيش حاجه غلط انه يقول كده لانه هو اللي ساعدهم فتاكدوا يستاهل
مولترار ما كانش مصدق ان جيو بيدافع عن ملك الدمار، وسأله باستغراب ايه انت اتسحرت ولا ايه؟ لكن جيو قال له ان السبب الوحيد اللي خلاهم لسه قادرين يتخانقوا هو الاكل اللي ملك الدمار اداهولهم، وكمان ما كانش ينفع يرفض ان اكله وهم جعانين بالشكل ده. يعني ايه كان المفروض يقول؟ ساعتها مولترار بدأ يستوعب انه ما عندوش الحق يحكم على قرار جيو انه يثق في ملك الدمار، لان اللي عمله كان احسن تصرف في الموقف ده، بس بما انه زعيم القبيله فكان لازم يحافظ على سلامه الكل. وقال ان من دلوقتي هو اللي هيتولى التفاوض مع ملك الدمار، خصوصا انه عايش من اكتر من 200 سنه واكيد يعرف يتفاهم معاه في الوقت ده. وكانت زعلانه من تكدده لانه صرف رصيد المناع بتاعه على الصدقه من غير ما يفكر. سالته ليه عمل كده، فرد عليها وقال انه حاسس بالعيال اللي بتموت من الجوع وما قدرش يسيبهم كده. وكانت فاهمة وجهة نظره، لكنها قالت له النوم لسه في أول الطريق وفي أبناء لمملكتهم وما ينفعش يصرفوا مواردهم بالطريقة دي. وكان عندها حق. تكدو اعتذر لها لأنه ما استشارهاش قبل ما يصرف المانع، ووعدها أنه هيعوضها. بس كان في حاجة تانية مضايقاها. لما الألف جم تكدو ما كانش قادر يتكلم معاهم كويس من كتر التوتر. هي اتفاجئت لأنها كانت فاكرة أنه كان بيلعب دور الكائن المتعالي، لكن الحقيقة أنه مجرد واحد خجول مش بيعرف يتعامل مع الناس. فجأة الكشاف رجع وقال لتكدو إن الألف راجعين للمنطقة تاني. تكدو استغرب، بس افتكر إنه في المرة اللي فاتت كان إداهم أكل أكتر من اللي يقدروا يشيلوه، فظن إنهم راجعين علشان ياخدوا الباقي. وجود حضارات مختلفة قريبة كده أكيد هيعمل مشاكل في يوم من الأيام. تكدو كان نفسه الألف ياخدوا الأكل ويمشوا بسرعة، وكان عايز يقول لهم يسيبوا الغابة، لكن ده معناه إنه لازم يتكلم معاهم وهو مش قد ده. او شافت انه متضايق فقالت له خلينا انا اللي اقعد بدالك، كده هتبان زي ملك غامض ومحترم مش زي مراهق خجول. تكدو عجبته الفكره وسالها لو فعلا مفيش مشكله لو خلتها تتكلم بداله. هي طمته وقالت له انها مبسوطه انها بتساعده ومفيش اي مشكله. بعد شويه مولترار وجيو وصلوا وركعوا قدام تكدو. مولترار عرف نفسه انه زعيم قبيله الألف السود، وطلب يعرف اسم تكدو علشان يشكره بالطريقه الصح. او بصت لتكدو ثم اعلنت انهم واقفين قدام ملك الدمار تاكورا. جيو اتصدم لما عرف ان تكدو هو فعلا ملك الدمار الاسطوري، بس ما كانوش يقدروا يتصرفوا بقلته. مولترار شكر تكدو مرة تانية على كرمه، وتكدو ارتاح لان التفاوض ماشي كويس، وبما ان مفيش اي مشاكل او قالت لهم ياخدوا الاكل ويمشوا. جيو ومولترر اتفاجئوا لانهم كانوا متوقعين انهم هيدفعوا ثمن غالي مقابل المساعدة. سألوها لو فعلا ممكن يمشوا كده من غير مقابل، فقالت انهم ما عندهمش حاجة يقدروا يدوها فما فيش داعي. مولترر ما حبش يفضل مديون لان الدين مع حد زي ملك الدمار ممكن يكلفهم حياتهم، لكنه ما قالش كده. تكدو حس ان الجو بقى متوتر فنادى او على جنب. هي كانت زعلانة من نية مولترر ومتأكدة ان الألف هيسببوا مشاكل لو اتسابوا لوحدهم، فاقترحت انهم يقتلوهم ويخلصوا. لكن تكدو ما كانش عايز كده، هو كان عايز يبني علاقة متبادلة النفع. ولاحظ ان مولترر متضايق من فكرة المساعدة المجانية، فاقترح يطلبوا منهم تعويض بسيط. او عجبتها الفكرة وقالت للألف ان تكدو قرر كده. مولترر ارتاح، لكن او كانت لسه بتفكر تطلب ايه. بصت لتكدو فقال لها اطلبي معلومات عن العالم بره الغابة. ولما قالت كده مولترر وافق وقال انه هيحكي بكل سرور، بس او قالت له انه لما يخلص كلام هو وناسه لازم يمشوا من الغابة فورا. ده معناه انهم هيضطروا يلفوا تاني من غير بيت. مولترر طلب من تكدو يسمح لهم يفضلوا في الغابة، لكن او رفضت وقالت له ان لو بيحب حياته يبقى ما يقولش لحد عن وجود تكدو. جيو كان ناوي يعترض لان قبيلة الألف السود مش هتعرف تعيش من غير الغابة، لكن مولترر منعه لانهم ما قدوش يزعلوا تكدو. الاتنين قاموا ومشيوا، وتكدو فضل يفكر هو انا كده صح؟ أنا مش عايز الألف يعانوا. وفجأة جات له فكرة، فنادى على مولترر وجيو وسألهم ما تيجوا تبقوا مواطنين عندي. الاتنين اتصدموا ومش عارفين يردوا، حتى او نفسها ما كانت مصدقة. سحبته على جنبه وسألته انت قلت كده ليه؟ تكدو شرح لها انه بيفكر يضم الألف السود لنظام اللي جايين في اللعبة. ولما جاب سيرة النظام ده هو استوعبت ان الفكرة مش وحشة، لان الألف مش أشرار بالفطرة وهيتوافقوا مع مملكة منارة اللي ميالة للشر. كمان مواطني منارة الأساسيين في اللعبة كانوا الهومن، ودول شكلهم مقرف. سألته يعني عايزنا نعيش وسط الكائنات دي؟ لكنها اقتنعت في الآخر وقالت لمولترر وجيو إنهم لو انضموا المنارة هيبقوا تحت حمايتها. مولترر سألها يعني إيه؟ فقالت له بصراحة من اللحظة اللي هتنضموا فيها هتبقوا أشرار والقرار راجع ليكوا. لكنها طمنتهم إن الموضوع هيكون ممتع. بعدها تكدو أو راحوا المخيم الألف. أو كانت زعلانة إنهم خدوا وقت طويل علشان يقرروا، بس تكدو كان متوقع ده. وصلوا ومولترر أعلن قدام الكل إن ملكهم الجديد وصل.
الكل ركع وفتحوا الطريق لتكدوا وهو رايح ناحية العرش اللي اتعمل له. بعض الألف كانوا خايفين والبعض مبسوطين، لكن اللي قربوا منه قوي فقدوا الوعي من كتر الطاقة السوداء اللي خارجة منه. جاي يحذرهم ما تبصوش له مباشرة علشان ما تفتكروش انه بيهنكم، لكن تكدوا ما كانش مهتم بالكلام ده وقعد على العرش. ولما الكل اتجمع أعلن رسمي إنهم كلهم من النهاردة مواطنين في منارة. جايو كان متوقع حاجة أكبر، خصوصا بعد ما قالت لهم إنهم هيبقوا أشرار. فجأة حس بكراهية رهيبة دخلت جسمه وافتكر كل الظلم اللي شافه. نفس الإحساس ده حس بيه كل أفراد القبيلة، وبعد ما افتكروا الاضطهاد ارتاحوا إنهم أخيرا لقوا حد يحميهم. بعد كام يوم في مملكة منارة الجديدة الأمور كانت ماشية كويس. تكدو كان بيبص على الخريطة اللي ملترار اداهاله واتعصب لأنه ده أسوأ مكان بداية في اللعبة. أو سألته ماله، فشرح لها إن شمال الغابة في مملكة كوليا المقدسة ومملكة إلينا، والاتنين ميالين الخير. يعني لو عرفوا بوجود مملكة شريرة زي منارة هيهاجموهم فورا. وكمان الغابة الملعونة ما فيهاش موارد، لكن لحسن الحظ دلوقتي عندهم الألف السود، وده عدد كافي يبني قوة للمملكة. أو سمعت إنهم جايين وكانت مبسوطة إنهم ممكن يجيبوا معلومات مهمة. بعد شوية مولترار وجيو وصلوا معاهم بنت اسمها إيميل. جيو قال إنها ذكية وفاهمة في الأساطير والشؤون الخارجية ومتأكد إنها هتفيد خطط تكدو كان مبسوط، لكن لاحظ إنهم متوترين فقال أو تقول لهم ما يبقوش رسميين كده. دخلوا في الموضوع أو قالت إن تكدو خد قرارات إدارة المملكة. من النهاردة مولترر هيبقى مسؤول عن شؤون المملكة بما إنه بيعرف يستخدم السحر، أما جايو فهيبقى قائد المحاربين وعنده السلطة الكاملة على القوات. جايو قال إنه فخور ووعد إنه هيذبح أي حد يقف في طريق تكدو حس بالجدية في عينيه فقال أو تقول للكل أنا بحب السلام فنتجنب المعارك إلا لو اضطرينا. جايو ما صدقش إن ملك الدمار بيحب السلام، بس مش مشكلة. أو قالت للكل يرتاح دلوقتي لأنهم قريب هيبنوا بيوت في الغابة. سألت تكدو لو ينفع يلموا مواد البناء فقال بس من غير ما نخرب الغابة. عجبتها الفكرة وسألت مولترر لو ده ممكن. قال لها إنهم يقدروا وهيعملوا البيوت جوه شجر متجوف. تكدو فرح بالفكرة وقال للكل يبدأوا بسرعة، بس فكرهم إنهم لازم يعملوا إعادة تشجير. الكل اتلخبط وسألوه يعني إيه. استغرب إنهم مش عارفين لأن المفروض الناس هنا فتحوا شجر التكنولوجيا العمارة المتقدمة. سألهم عن السحر العسكري والعناصر الستة العظمي، فقال مولترار إنه سمع عن 4 بس. إيميل شكت إن في حد من الأمم التانية يعرف عن السحر العسكري. تكدو اكتشف إن الناس هنا متخلفين عن توقعاته، والسحر بتاع الألف أقل بكتير من اللي متخيله، لكن لو باقي العالم كده يبقى يقدر يلحقهم قريب. أو شرحت لهم يعني إيه إعادة تشجير، يزرعوا شجر كل ما يقطعوا شجرة ويستخدموا سحر يسرع نموها. وقالت إن دي تقنية تكدو اختراعها رغم إنها كدبة، لكنه محبش يقول الحقيقة. إيميل اتفاجئت واتحمست وسألته لو هو اللي عمل التفاح والعنب. قالت له إنها زرعت بذرة عنب وبدأت تنبت ومش قادرة تستنى تشوفها. تكدو سكت، وفجأة لما قالت إنها زرعت بذرة عنب استوعب إن الفكرة ما كانتش على بالهم أصلا، والفواكه زي التفاح والعنب مش موجودة في العالم ده. سكت، ومع كده هو قدر يعملها بمهارة الإنتاج الطارئة بتاعته. لو فرضيته صح يبقى يقدر يعمل أي حاجة من البارود للمعادن وحتى البترول. يعني غزو العالم مش هيبقى صعب زي ما كان فاكر. وفي الآخر الكاميرا راحت لقصر كبير في مكان نظيف، جواه واحدة بتكلم الكاردينال وبتقوله إن نهاية العالم هتيجي من الأراضي الملعونة في القارة المظلمة. الكاردينال قال لها لازم نستعد، الوحوش بدأت تظهر من المقاطعة الشمالية. فقالت له يلا بينا. وهم في الطريق كان الفرسان كلهم بيسمعوا قصص عن قوة سيلينا الخاصة، واللي شافوه لحد دلوقتي بيان لهم إنها زي أي بنت عادية. لكن لما قابلوا مجموعة من الجوبلينز سيلينا وريتهم ليه هي محترمة قوي جوه الكنيسة تحت حكمهم. كانت المخلوقات الشريرة زي جوبلينز
بتتشاف زي الوباء ولازم يتم محييها بضربة واحدة من عصاها، سيلينا حرقتهم كلهم لحد ما العرماد. الفرسان اتخضوا من اللي شافوه، لكن الأسقف شرح لهم إن قدرة سيلينا دي جزء من السبب اللي خلى الإمبراطورية تقدر تحافظ على السلام مع الألف وتدفع كل البشر في دورية، وعشان كده هي واحدة من القديسين العظماء السبعة في القارة. سيلينا سألت الأسقف لو عنده أي أخبار عن التحذير اللي حصل في الأراضي الملعونة. الأسقف قال لها إنه ما يقدرش يبعت فرسان مقدسين يحققوا في المنطقة دي لأن بلدهم مركزة اهتمامها على الجنوب، واعتبر إن الفكرة دي عبيطة لأن الكنيسة المركزية مستحيل توافق تبعت فرسان من غير سبب قوي. سيلينا قالت له إنها لو مش هتبعت فرسان هتروح تتحقق بنفسها. الأسقف رد عليها إنها ما تقدرش تعمل كده لأنها قديسة، وأي حاجة هتعملها هتأثر على سمعة الكنيسة. ولما شاف إن سيلينا مش ناوية ترجع في كلامها قال لها إنه هيبعت كام واحد من قواته الخاصة يحققوا. وهو ماشي طلب منها تتكفل بعائلة فلاحة. في الوقت ده كان الإلف السود بيشتغلوا على أعمال البناء، وأخيرا خلصوا غرفة العرش. تاكتو كان مبسوط قوي لأنه مش هينام في الطين تاني، وبلده بقت خطوة أقرب للسيطرة على العالم. بس وقتها المسؤولين بتوعه ظهروا عشان عندهم اجتماع للشؤون الداخلية. النهاردة جابوا له أخبار حلوة إنهم خلصوا تصميم الهدوم الجديدة اللي طلبها. تاكتو فرح أكتر عشان زهق من إنه يلبس بيجامة المستشفى طول الوقت. الباقيين كانوا مبسوطين إن تاكتو عجبته الهدوم الجديدة، لكن كان عندهم مواضيع أهم لازم يناقشوها، فبدأوا الاجتماع. تأجدو ما كانش مركز وكان بيتفرج على لبسه الجديد، ورغم إن في وشه كان ظاهر أسود في أسود كحل وظلمة، أو اقترحت يبدأوا الاجتماع من غيره. أول حاجة مولترير سأل قوي عن إيه المباني اللي لازم يبنوها بعد غرفة العرش. لسه ما بنوش حاجات كتير، بس خلصوا شغل التحضير زي تسوية الأرض وتنظيف الفروع القريبة، أو قالت لهم يبدأوا بمكان لإنتاج الأكل لأن الأكل هو الأولوية. مولترير استغرب ليه يقلقوا على الأكل وهو شايف إن تأجدو يقدر ينتجه بقوته، لكن شرحت إنهم ما يقدروش يفضلوا معتمدين على تأجدو في الأكل، ولو ما كانش موجود هيعملوا إيه؟ ساعتها فاهم إن عندها حق. طلبت يبدأوا شغلهم فورا، وطلعت حاجة صدمت مولترير، فسألها عن الكائن ده فردت عليه إنها شجرة لحم. الاسم ما كانش مطمئن والتفسير كان أوحش لأنها شجرة بتطلع لحم طعمه زي لحم البشر. قالت إنها الخطوة الأولى في خطة إنتاج الأكل، لكن مولترير وجيو وإيميل كلهم اتفقوا إن أغلب الناس مش هتحب تاكل حاجة طعمها زي لحم البشر. وضحت إنهم ممكن يجيبوا مصادر أكل تانية فيما بعد، لكن دلوقتي محتاجين مكان يخزنوا فيه لحم الشجرة. إيميل قالت إنها تقدر تبني مخزن ليه، وكأن الشجرة ما كانتش مقرفة كفاية طلعت كمان بتتكلم. النقطة اللي بعدها في الاجتماع كانت البحث، أو قالت إنهم لازم يكتسبوا أحدث التكنولوجيا لو عايزين يتقدموا بسرعة. مولترار سألها عن نوع التكنولوجيا اللي عايزين يركزوا عليه، أو قالت إن التكنولوجيا السحرية هي الحل، وبالأخص السحر العسكري. السحر العادي بيخليهم يهاجموا حوالي 20 خصم مرة واحدة، وده مولترار يقدر يعمله بالفعل، لكن السحر العسكري بقى بيخليهم يهاجموا الآلاف مرة واحدة، وكمان يغيروا تضاريس الأرض عشان يدوا نفسهم ميزة. الراجل اتفاجئ إن في سحر زي ده وتحمس يتعلم عنه، وقال إنه هيتولى البحث بنفسه. اللي فاضل دلوقتي هو التخطيط العسكري. جيو اقترح يجهزوا جيش، لكن تاكدو وقف وقال إنهم مش عايزين يحطوا مجهود كبير في الجيش دلوقتي لأن الجيوش ما بتنتجش حاجة لكن بتستهلك موارد، ومنارة لسه ما عندهاش موارد كفاية. كمان حتى لو عملوا جيش هم مش أقوياء كفاية يهزموا أي حد، يعني فكرة فاضية. جيو اعترض وقال إنهم كده مش هيعرفوا يحموا تاكدو لو حد هجم، والأسوأ إن مولترار وجيو نفسهم عليهم مكافآت لأنهم زعماء قبيلة الإلف السود ممكن يتم اصطيادهم في أي وقت. تاكدو وافق إن إهمال الدفاع فكرة وحشة، لكنه مش عايز يصرف الموارد على جيش، فقال إنه هيعمل بطل بداله. أو قالت له إن دي فكرة عظيمة لأن البطل مهما كانت تكلفته عالية إلا إنه أسهل بكتير من جيش كامل. مولترو وجيو اتلخبطوا وسألوا قوي قصدها إيه بالبطل. شرحت إن في المنارة أبطال بيخدموا تحت الملك، كلهم أقوياء وليهم قدرات خاصة لكنهم كمان مجانين فالتعامل معاهم صعب. أو وضحت إن في شروط لاستدعاء بطل، ومع التقدم اللي وصلوا ليه هيقدروا يستدعوا واحد قريب، وكمان استدعاء بطل مش هيلفت الانتباه ليهم فهتفضل المنارة مخفية. كده خلصت كل هموم الشؤون الداخلية. في الإمبراطورية كان في فارس شاب اسمه لونيوس قاعد بيدعي. فارس اسمه فيليتس جه يكلمه واتضح إنهم الاتنين مكلفين بالتعيق في الأراضي المظلمة. فيليتس لاحظ إن لونيوس لابس خاتم زواجه كتميمة حظ وقال أكيد عنده عيلة مستنية في البيت. لونيوس رد إنه عنده زوجة اسمها مارشا وبنت اسمها مينا، لكنه أكد إن حياته الشخصية مش مهمة للمهمة ومش ناوي يتكلم عنها. لونيوس كان سامع إشاعات عن فيليتس إنه قليل الذوق، وطلع الإشاعات صح، لكن فيليتس مش راجل وحش ومهاراته قوية. فيليتس بدأ يشتكي إنهم كلفوه بمهمة
المهمة فاضية، لكن لونيوس ذكروا إنها للتحقيق في نبوءة القديسة سيلينا، فلازم ياخدوها بجدية. فيليتس استغرب إنهم ادوا فريق ضعيف لمهمة لقديسة، لأن هو ولونيوس الفرسان الوحيدين في الفرقة والباقي مرتزقة جايبينهم يملوا الفراغ. الاحتمالات مش في صالحهم، خصوصا إن المهمة في غابة الجنوب، لكن فيليتس عايز يخلص بسرعة عشان يرجع البيت. في المنارة البناء كان ماشي كويس جدا، المكان بدأ يبقى زي حضارة حقيقية، والإلف السود ما بقوش متضايقين من شجر اللحم. تاجدو كان متحمس يشوف كل ده بنفسه. إيميل وريته منطقة السكن، معظمها بيوت فوق الشجر، وبما إنها مركزة على إنتاج الأكل ما كانش عندها وقت كافي للبيوت، بس شجر اللحم بينمو كويس، يعني مخزن الأكل هيخلص قريب. إيميل أخدت تاجدو للغابة، لكن المنظر كان مختلف عن اللي شافوه قبل كده. لما وصلوا للنبع لقوا المية بقت سودة. مولترار وجايو وصلوا بعد ما سمعوا إن إيميل عايزة تبني قناة مية هناك، لكن بالشكل ده حسوا إنهم مش هيستخدموه، أو قالت لهم إن المية لسه آمنة ونزلت تشرب منها قدامهم. الكل اتصدم من المخاطرة، لكنها طلبت منهم ياخدوا نفس عميق، ولما عملوا كده حسوا إن الهواء أحسن من المعتاد، أو شرحت إن دي من فوائد أرض المنارة الشريرة. الأرض هناك بتتحول لأرض ملعونة، وده بيدي قوة صغيرة للمخلوقات الشريرة زيهم، لكن بيعاقب المخلوقات الطيبة والمحايدة. يعني المية والهواء والبيئة ممكن يبانوا فاسدين، لكن مواطنين منارة مش هيتأذوا. المشكلة إن غابة ملعونة هتكون واضحة جدا، وده ممكن يخرب خطتهم في البقاء مخفيين. طول ما المنارة صغيرة مش هتبقى مشكلة، لكن كل ما تكبر هيبقى أسهل اكتشافها. جيو ومولترر شافوا إن الوقت جه يبنوا جيش، لكن ردت إن بطل واحد كفاية. ولما حسوا إنهم لسه مش فاهمين استخدمت قوة مخلت اللي في ظهرها وقطعت كل الشجر في ثانية واحدة. الكل اتصدم، فوضحت إنها هي كمان بطل، وبما إنها موجودة من فترة قوتها بدأت ترجع، لكن لسه بعيدة عن عز أيامها. وضحت إن الأبطال أقوياء بشكل لا يصدق، وقوتهم بتكبر مع الوقت. تاجدو كان واثق إنهم بخير طول ما مفيش تعديلات كبيرة، لكنه كان زعلان من قوي لأنها ما كانش لازم تدمر الشجر عشان تثبت قوتها. مولترر وجايو اتبهروا من قوة تاجدو واقترحوا يبنوا قصر يليق بجلالته، لكن تاجدو شايف إن ده هيكون إهدار موارد. جايو وإيميل أصروا إنه لازم يكون عنده قصر، أو قالت له إن القصر ممكن يخلي الناس مبسوطين أكتر وبالتالي يزيد إنتاج المانا. ساعتها تاجدو اعترف إن القصر فكرة كويسة، وكان أصلا نفسه يعمل قصر طاير، لكن من غير ما يعرف الفرسان المقدسين كانوا بيقربوا من الغابة، وأكيد هيحصل صدام لما يكتشفوا المنار. لونيوس اتقال له إنه عمل شغل عظيم لما جاب كل المرتزقة دول، فرد وقال إن المهمة ما كانتش سهلة، خصوصا إن معظم المرتزقة دلوقتي متمركزين في الشمال. هناك ظهرت فجأة مجموعة من البرابرة وبدأوا يهاجموا القرى القريبة. القديسة وجيشها راحوا عشان يتعاملوا معاهم، لكن الوضع لسه سيء جدا. واحد من المرتزقة علق إنه مبسوط إنه مش معاهم في الحرب ضد البرابرة. مرتزق تاني قال إنه يمكن يستاهل القتال هناك لأنه سمع إن الأجر عالي جدا، لكن في إشاعات عن ساحرة ظهرت في المنطقة وده خلى الكل ما يحبش يتورط. فيلدوس قال إنه مفيش فايدة يتكلموا عن الموضوع، لأن سواء كانت الساحرة حقيقية أو لا هم ما عندهمش أي احتمال يقابلوها طالما متجهين للجنوب. لونيوس بدأ يسأل المرتزق بيرجو عن تفاصيل أكتر بخصوص الساحرة. بيرجو قال إنها مجرد إشاعة بتقول إن في ساحرة هي اللي ورا الفوضى في الشمال، لكن لونيوس كان شايف إن ده كلام فارغ ومستحيل واحدة بس تعمل كل ده، خصوصا إن القديسة نفسها اتبعتت تتعامل مع الوضع. بيرجو وضح إن الكلام بعيد عن المنطق وإنه شخصيا مش مصدق، لكن الأمان أهم لأن مواجهة ساحرة حقيقية هتبقى خطر رهيب. بعدها المرتزقة سألوا ليه الملكة تبعت فارسين مقدسين للأراضي الجنوبية وإيه اللي ممكن يواجهوه هناك. برجا وضح إنه لو كان شيء كبير زي سحرة فهو هينسحب من دلوقتي. فيلدس ما كانش عنده تفاصيل دقيقة عن إن ممكن يقابلوه في الغابة، لكنه طمن برجا وقال إنه غالبا الموضوع ليه علاقة بالإلف السود اللي ظهروا مؤخرا في الغابة. المملكة عايزة تتأكد إن الإلف مش هيعملوا مشاكل. لونيوس وبرجا صدقوا الكلام لأن في نظر المملكة الإلف السود قتلة خطيرين ومستخدمين للعنت. لونيوس كان قلقان إنه لو اتسابوا ممكن يكبروا ويبقوا أقوياء كفاية لمهاجمة المملكة، وقتها الإبادة الجماعية هتكون الحل. لكن فيلدس قطعه وقال إن المهمة دي بس للتحقيق، ولو الأمور خرجت عن السيطرة هينسحبوا فورا. برجا كان شايف إن فيلدس عاقل لأنه مش عايز يشارك في قتل جماعي. لونيوس ما فهمش ليه فيلدس يرفض فرصة إنه يمحي جنس شرير زي ده، لكن فيلدس رد عليه وقال أنت عندك زوجة وبنت وعايز تدخل معركة إبادة من غير سبب، حتى لو مش فارق معاك ترجع عايش. المرتزقة اللي معانا عندهم عائلات عايزين يشوفوها. لونيوس كان لسه مش مقتنع انهم يسيبوا الإلف يعيشوا، لكنه برضه عايز يشوف عيلته، فقرر يسمع كلام فيلدوس في الآخر. في المنارة تاجدو جمع مواطنيه في مكان واحد لأنه كان عايزهم يشوفوا حاجة. الكل اتلخبط لما شافوه واقف جنب كومة من فاكهة شجرة اللحم، لكن فجأة رفع ايده وصب مناه في الفاكهة. في لحظة الكومة اتحولت لجيش من جنود الكشافة قدام عيونهم. الكل انبهر من اللي شافوه. أعلنت ان ده مجرد جزء بسيط من اللي تاجدو يقدر يعمله، وعلشان
كده لازم يفضلوا محلصين ليه. بعدها رجع تاجدو لغرفة عرشه، وبما انهم متأكدين دلوقتي انهم يقدروا يصنعوا جنود بأمان، قالت انهم يقدروا يدخلوا المرحلة الجاية استدعاء البطل. الطقس هيحتاج وقت عشان تاجدو لازم يخزن مناه كتير، لكن لما يخلصوا هيبقوا فعليا لا يقهرون. كانت متحمسة وسألت تاجدو مين هيستدعي أولا. تاجدو قال انه هيختار إسلا ملكة الحشرات لأنها عندها فوائد كتير. إسلا بتقدر تزود قوة الجنود من نوع الحشرات القريبة منها، يعني حتى الصراصير الكشافة هيتحولوا لمقاتلين أقوياء جدا. كمان إسلا بتقدر تنتج جنود يساعدوا في القتال والبناء، فهتبقى مثالية لتطوير المنارة. أو مدحت تأكدوا على استراتيجيته غير قدرات إسلا الفريدة. هي كمان البطلة الوحيدة العاقلة، باقي الأبطال إما مهووسة بالسيطرة على العالم أو عايز يحرق كل حاجة. وتأكدوا ما كانش عايز يتعامل معاهم دلوقتي، لكنه عارف إن في المستقبل هيضطر يستدعيهم رغم إنه قوتهم لا تصدق. في نفس الوقت الفرسان المقدسين والمرتزقة واجهوا عملاق ليل ما قبضش مرتبه، والتعامل معاه ما كانش سهل. لونيوس قال للمرتزقة يجهزوا للمعركة، لكن قبل ما يبدأ القتال فيليدوس قال للجميع يهدوا ويسيبوه يتعامل مع العملاق وحده. لونيوس حاول يعترض، لكن فيليدوس أصر إنه هيبقى أسرع لو تولى القتال بنفسه لأنهم ما عندهمش وقت يضيعوه. فيليدوس مشي ناحية العملاق وبدأ يتمتم بكلمات غريبة. لونيوس شرح للمرتزقة إن فيليدوس بيستخدم تقنية سرية من كواليا بتخلي الفارس يضيف قوة هائلة لهجماته عن طريق الطقوس. العملاق حاول يضربه بعصاية ضخمة، لكن فيليدوس قطع العصاية نصين بسهولة. قوة الفنون دي بتختلف من فارس للتاني، لكن بالنسبة لفارس مقدس كبير زي فيليدوس قوته تعادل قوة تنين صغير. العملاق ما كانش عنده أي فرصة. لونيوس بدأ يمدح فيليدوس على قوته الرهيبة، وقال إن وجوده مع الفريق يخليهم قادرين يواجهوا أي شيء في الغابة السوداء. لكن فيليدوس ما كانش مبسوط وقال إنهم لسه ما يعرفوش حاجة. في المنارة تاجدو افتكر إن عنده موضوع مهم يناقشه. فضل الكشافة الجدد بقى يقدر يشوف أعمق في الغابة، وأوضح إنه قلقان من القرية القريبة جدا لأن عاجلا أم آجلا هيكتشفوا وجود المنارة. لحسن الحظ القرية مش تابعة للإمبراطورية المقدسة في كواليا، يعني ممكن يكونوا محايدين، وده يفتح باب للتفاوض. لكن لو حد تاني ظهر الوضع هيبقى خطر. تاجدو قال لكوي ما تقلقش لأنه لسه ما فيش دليل إن حد اكتشفهم، لكن كوي علقت مزاحة إن الكلام ده دايما بيجي بعده كوارث. تاجدو ضحك معاها، لكن الكارثة فعلا وصلت. اكتشف إن مجموعة جنود مسلحين دخلوا المنطقة. تاجدو ما كانش عايز يلفت الانتباه، فأمر أو إنها تتعامل معاهم، ولو ما فيش فايدة عندها الحرية تقتلهم. البعثة المقدسة كانت بتجهز لدخول الغابة، لكن قبل ما يتحركوا فيلدس لاحظ حاجة غريبة ورا الشجر. طلب من الكل يتراجع، وبعد لحظات ظهرت أو من الغابة مرتدية عباءة. فيلدس ولونيوس اتفاجئوا إن في حد عايش هنا أو كذبت، وقالت إنها إلف سودة متواضعة عايشة في الغابة مع ناسها. لونيوس لسه كان عنده فكرة الإبادة في دماغه وحاول يستفزها، لكن فيلدس قطعه وغير الموضوع وقال لقوا إنهم جايين يحققوا بس، وسألها لو ممكن تسمح لهم يدخلوا، أو رفضت بأدب وقالت إن الإلف السود مش عايزين بيتهم الجديد يتدمر من غير سبب. لونيوس حس إنه اتهان. إزاي إلف سودة حقيرة ترفض طلب فرسان مقدسين؟ لكنه ملحقش يتكلم لأن فيلدس صرخ فيه سكت. بعدها حاول يقنع أو تسيبهم يدخلوا، وقال لها إن القديسة بعثت وحي عن كارثة في الغابة. لونيوس اتجنن لأن ده سر قومي، لكن فيلدس زعق فيه تاني وقال له إنه هيبلغ عنه في كواليا لأنه خالف القواعد. رجع فيلدس يسأل أو مرة تانية لو هتسمح لهم بالدخول، لكنها صرت وقالت إنه مفيش داعي يدوروا في الغابة لأنها أمنة ومفيش حاجة خطيرة. كلامها كان كذب واضح، لكن فيلدس شاف إنه مفيش فايدة يتخانق هنا وأمر الكل ينسحب. فيلدس كان عارف إنه فيلدس مخبية حاجة، لكنه كمان عارف إن اللي تخرج تواجه جيش كامل بكل ثقة يبقى الأحسن عدم الدخول في مواجهة معاها. الانسحاب كان الخيار الأسلم، لكن لونيوس ما فهمش إنه انسحاب تكتيكي، واتهم فيلدس إنه بيتخلى عن المهمة وقال إنه هيسحب سلطته والمرتزقة هيتبعوه لأنه هو اللي مأجرهم. فيلدس حذرهم لكن محدش سمع كلامه. لونيوس أمر الرجال يقبضوا على فيلدس، ورغم إنها حاولت تسيبهم يمشوا بسلام لأنهم أصروا، وفي لحظة لونيوس لقى نفسه مرمي على الأرض غارق في الدم، وكل المرتزقة اللي جابهم ماتوا متعلقين في الهواء. السؤال دلوقتي هل هيقدر يخرج من هنا حي ولا هيلحق بيهم؟ شك يتغير والباقي لسه جاي، فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ استنى الجزء الجاي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، واهم حاجة صلي على النبي. اشوفك قريب يا صديقي.